هنعمل الابل باي دي. عندنا المولز دول بشتريهم انا كده من العتبة، من المحلات بتاعه الكيك وكده. بحط عليها هنا شوية كريم هاند، يعني نيفيا او اي كريم كده علشان ما تلزقش العجينة لما احطها. وبعدين بحط ورق زبدة، كأني بعمل باي حقيقية، يعني حتة صغيرة كده. اوكي. اجيب بقى عجينة الملح واعجنها، احط عليها لون اصفر خفيف جدا، عشان دي كأنها ايه مش مستوية. اوكي. واعجنها كويس جدا. افضل طبعا انا احط الباستل كولر بدل ما تبقى ليكويد كولر علشان ما تغيرش في التكتشر بتاع العجينه. اهي شايفين اللون فاتح، واعملوا حسابكم ان هو هيغمق شويه كمان. احاول افردها بقى واحطها في المول كده. خلوا بالكم ان عجينه الملح هي عباره عن عجينه عاديه زي بتاعه التارت بالظبط يعني. اشيل الحروف الزياده دي بالطريقه دي، الموس بدرجه مايله. وبعدين اخرم بقى هنا علشان العجينه ما تطلعش اللي بحطها في الفرن، قال يعني. وبعدين احط بقى على عجينه تانية شويه لون اصفر زياده، واعمل يعني كده عشان انا دلوقتي هعمل التفاح المتقشر. انا لما هفردها طبعا كده مش هفردها جامد قوي عشان انا اعمل لها شويه سمك عشان يبقى كانه تفاح اللي هو متقطع مكعبات ده. واقطع كده بالراحه، مش مهم ان الحروف بتاعتها متساويه ولا لا. عشان كده انا بفضل عجينه الملح في الحاجات اللي ليها علاقه بالاكل اكتر من عجينه السيراميك. اقطعهم بالشكل ده. وبعدين بجيب هنا ريزن عشان انا هعمل بقى الصوص اللي بيتحط فيها التفاح. A و B، احط من الكميتين نسبة متساوية، A او B. وبعدين هيبقى طبعا لونهم شفاف، فانا هضطر ان انا احط لهم باستل كلر كمان، لون فاتح كده، لون زي التفاح فاتح، علشان يبقوا زي الصوص. خلوا بالكم ما تحطوش نسبة اكتر من التانية، لان ده هيكون نتيجته ان الريزن ما يجمدش، وبالتالي تفضل على طول طرية كده ومش تبقى حلوة. اوكي. لخبط كويس جدا لما ال A وال B يندمجوا مع بعض كويس. وبعدين اشوفها بقى محتاجة لون تاني ولا لا. طبعا الريزن انا استعملته هنا لانه بيدي لمعة، فكأن الابل باي مادام بنحط فيها زبدة فتبان كده شكلها قال يعني فيها زبدة. شايفين اللون؟ ابتدي بقى اشيلهم انا كده. خلوا بالكم انهم لسه طراي، وانا اتعمدت احطهم طراي عشان لما لخبطهم حبة منهم ايه يتعوجوا كده عشان يبان ان هي انتوا عارفين الابل باي، الابل لما بيستوي في الفرن بيبقى طري، ساعات شكله بيتغير يعني. وبعدين حطيت هنا سينامون اللي هو قرفة حقيقية، بتدي في الشكل طبيعي، وفي نفس الوقت الريحة بتبقى جميلة جدا. لخبطهم بقى كده واحطهم في الباي اللي انا عملتها. انا كده كده مفيش اي حاجة من دول دخلتها الفرن لسه، مش هحتاج، هتنشف لوحدها. او لو عاوزة اسرع المدة بدخلها في الفرن درجة حرارة 100، خفيفة جدا. اخد بالي انا بستعمل التوستر عندي في البيت، خاص بالموضوع ده، وهو ده اللي بسرع بيه لو عاوزة اعمل بسرعة بالنسبة لعجينة الملح مش عجينة السيراميك. اوكي. اوزع بقى التفاح هنا بالطريقة دي. وممكن اعمل بدل ما تبقى ابل باي اعملها بنانا باي، احط بدل التفاح ده موز، او احط جوافة، او بلو بيري وستروبري. انا عملت باي بلو بيري وستروبري، اسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس تحت لو تحبوا تشوفوها. بجيب بقى عجينه تانية من نفس عجينه القاعده اللي انا عملتها، وبفردها كده اهوت واقطعها بالقطاعه دي او بالسكينه عاديه. بس القطاعه دي انا بحبها لانها بتدي شكل حلو كده. اوكي. خطوط متساويه. اوكي. وقد بعض على قد ما اقدر. ابتدي اشيلها بالراحه كده وابعدهم عن بعض. واحطهم واحده واحده. التفاح طبعا عليه الريزن لسه منشفش، فلما هحط العجينه دي من فوق هتلزق فيه. لو كان التفاح ناشف يبقى قبل ما احط السترايبس اللي انا بحطهم من فوق دول بروح حاطه عليهم بي في جلو غير الابيض عشان يلزق. وابتدي اعملهم كده واحده واحده جنب التانية، وضغطه خفيفه جدا.
ونقطع الزيادات. بنفس الطريقة لغاية ما نحطهم كلهم يعني ورا بعض. فين نبتدي نضغط هنا هو كده علشان تلزق في الحروف. نبتدي بقى واحدة خلف خلاف، يعني نرفعهم كده هوت، عشان كده انا ثبتهم. اوكي، بس برضو ناخد بالنا لان العجينة طرية. واحدة واحدة لا، واحدة واحدة لا، فرشة كده فرشة كده فرشة كده فرشة كده، وبعدين اهي نبتدي نحط الشريط تاني ونفس الحكاية، نضغط ضغطة خفيفة ونحطهم نمرره بالطريقة دي، بنضفرها يعني. اهي اوريكم واحدة تانية. نيجي بقى الطبقة التانية، نرفع الاتنين العكس اللي هما مش الاول، مش ما عملناهمش الاولين، التانيين. اوكي، ونروح واخدين شريط تاني وحاطينه قريب قوي ونقفل عليه برضو الضغطة اياها دي عشان يلزق في التفاح اللي تحت، وننزل كده اهوت. نكمل بنفس الاسلوب لغاية ما تخلص كلها. بقى نروح قاطعين الزيادات بالمقص ونلمهم كده، هنحتاجهم في حاجة اكيد. وبعدين نجيب بقى فرشة ونحط عليها باستل كولر، الوان خفيفة جدا او الوان مية خفيفة جدا، ونبتدي نلونها من بره لجوه. الحروف بتبقى اغمق درجة شوية، وفي النص بتبقى يعني فاتحة سنة. اوكي، بالراحة جدا نحط من الجناب عشان تبقى محروقة. اهي المفروض نقطع منها سلايس او جزء عشان اوريكم جوه تبقى شكلها ازاي، بس مش هنعمل دلوقتي لان هي لسه طريه. بعد شويه، بعد مثلا ساعتين 3، او تاخدوها كده زي ما هي تحطوها في الفريزر. اوكي، تبقى جامده، عشان تقدروا اول ما تطلعوها من الفريزر على طول تروحوا قاطعين سلايس وتسيبوها تكمل النشفان بتاعها. اوكي، تحطوها في الطبق وتبقى جميله كده اهوت، وتروحوا حاطين حواليها بقى شويه صوص وكده اهوت، وبالهنا والشفا. يا رب تكونوا عجبتكم. باي باي. Thanks for watching. If you really like the video, please like, share, subscribe, and turn the notification bell. Thank you for watching. Bye.